يعني كده دلوقتي اصبح اللي بيتحكم في العربيه صاحبك البي وصاحبك الاي مع بعض. مهمه الاي هنا بقى بتعمل ايه؟ انا زي ما قلت لك البي بيعتمد على فرق الايرور بس، عشان كده جه عند بوزيشن معين وكان الايرور بسيط جدا، فما عادش عنده الباور الكافي ان هو يزقك ويوديك عند مسافه اللي هي ال 30 متر. عندك الاي بقى لا، بيستخدم استراتيجيه ثانيه خالص غير موضوع الفرق دوت. انت من بدايه الحركه الاي دوت بيبدا يحسب الايرور بتاعك بس بيجمعه. انت عندك في الاول كان الفرق عباره عن 30 متر، بعد ثانيه كمان الفرق اصبح 27 متر، وهكذا. بيبدا الاي بقى يجمع كل الفرق ده مع بعض، ما بيعتمدش على الفرق اللحظي بس، لا ده هو بيجمع كل اللي قبليه. يعني هو ده حاليا انت واقف عند مسافه 27، هو مجمع كل الايرور اللي كان قبل كده. فبالتالي دلوقتي اول ما البي ما عادش عنده القوه الكافيه ان هو يكمل زق العربيه لان هو بيعتمد على فرق الايرور بس، يبدا الاي هنا يتدخل ويبدا هنا يدي الدفعه ان هو يحرك العربيه ويخليها توصل للمسافه ال 30. بس لو خدت بالك انا قلت لك ان هو عمال يجمع ايرور، فبالتالي التجميعه اللي هو جمعها دي بتبقى كبيره جدا. انت متخيل عمال يجمع ال 30 زائد 28 زائد 27 زائد وهكذا لغايه ما يوصل لل 27. فبالتالي اول ما بيدي الدفعه دي بيخليك اصلا تعدي المسافه ال 30 متر. يعني انت دلوقتي بعد ما كانت مشكلتك ان انت مش قادر توصل لل 30 متر، دلوقتي تخطيت ال 30 متر اصلا بسبب ان الاي كان مجمع ايرور كبير عنده، فبالتالي الباور اللي هيدولك هيبقى كبير جدا، وكمان هيخليك تتخطى المسافه اللي انت رايح لها. طب دلوقتي انا بعد ما اتخطيت المسافه هل في حاجه هترجعني؟ هقول لك الاي برضو عنده الامكانيه ان هو يرجعك، وكمان البي عنده الامكانيه ان هو يرجعك.